والله عزيزي هيكل، كنت سعيدا دائما بتوقعاتكم التي كانت تقلل نسبيا من فريق الوداد الرياضي سواء امام صن داونز او في لقاء الذهاب امام الاهلي، وكان الوداد المفاجاه. ايضا اعجبتني هذا التقليل ايضا الان، واعتقد ان المفاجاه بالدار البيضاء ستكون هو الفريق الوداد الرياضي، سيكون بحضور شخصي. الوداد تقريبا الاهلي المصري جار المباراه بطريقه مثاليه جدا، يعني دخل كما يجب، فرض شخصيته، فرض شخصيه البطل. ولكن ممكن الاهلي المصري في اخر المباراه ممكن ليست اخطاء كولر، ولكن ممكن تراجع بدني ساهم في عوده الوداد، وبالتالي تحقيق نتيجه ايجابيه ممكن اقرب للوداد من الاهلي المصري. دخول النادي الاهلي المباراه كان اكثر من رائع يا هيكل، واستغل حاجتين مهمين جدا: الملعب وجماهيره. جماهير النادي الاهلي عملت ضغط جامد جدا جدا جدا، عملت دفعه قويه جدا للعيبه النادي الاهلي. بدا المباراه رتم عالي جدا جدا، نادرا لما النادي الاهلي يبدا كده، وكان هو المستحوذ على مجريات الشوط الاول تماما، وكان ينقص بس هدف. يعني 25 دقيقه كان ضاغط على الوداد، بعدين حصل شويه هدوء وبعدين رجع تاني للضغط. توقيت الهدف في نهايه الشوط الاول اكثر من رائع، اما تخرج 1-0 احسن ما تخرج 0-0. هو النادي الاهلي عارف قيمه نادي الوداد، عشان كده 1-0 في نهايه الشوط الاول كانت نتيجه ممتازه. الشوط الثاني بدا نفس الشكل ونفس الضغط، لانك بتدور على هدف ثاني ممكن يبقى يريح المباراه تماما بالنسبه للنادي الاهلي. الوداد هو اللي كان غير طريقه لعبه. الوداد كان بادئ في الاول متحفظ دفاعيا كتير قوي، لكن مع مرور الوقت في الشوط الثاني بدأ الوداد يدخل في المباراة، يدخل هجوميا، لكن هو كان دفاعيا متحفظ جدا. عايز اقول ان بعد الهدف الثاني تغييرات المدير الفني للوداد انا عجبتني جدا، ودايما كنت بقول كلمة ان هو من مميزات المدير الفني بيتعامل مع مجريات المباراة بطريقة ممتازة. ان هو بدأ بعد 2-0 ممكن يبقى فيه مجازفة شوية، ان هو بدأ عايز بيدور على الهدف اللي هو هيضمن له يعني ان هو موجود في المنافسه، ويبقى يعني المنافسه موجوده، عكس كولر. ودي يمكن انا باخذها على كولر شويه يا هيكل. لازم كانت التغييرات تبدا بعد الهدف الثاني، انك تقفل المباراه. مش عيب انك تقفل المباراه حتى لو على ارضك، انت في الاخر بتدور على النتيجه اللي تريحك انت. ممكن كتغييرات نص ملعب العب بتحفظ شويه، سيب الاستحواذ للوداد، مش هيحصل حاجه الاستحواذ، وقفل المناطق الخطره واخرج بمباراه 2-0. 2-0 يا هيكل غير 2-1 تماما. انت بتتكلم في حسبه يعني متغيره. 2-1 الوداد بيدور على هدف في المغرب مع جماهيره مع ملعبه، وصعب جدا. لكن على الجانب الاخر حظوظ النادي الاهلي موجوده بكثره. عندك تعادل، عندك ممكن تكسب. ودايما بقول كلمه، انك دايما في الخارج بتعرف تحرز هدف. لو اتفرجنا على شباب العاصمه هدفين في تنزانيا، لان دايما الفريق المنافس عايز يكسب. نفس الكلام كانت مباراه الوداد والاهلي، كانت مباراه محترمه جدا تليق باسم الفرقتين. بتمنى نفس اللي حصل في القاهره يحصل في الوداد، ان المباراه فعلا تبقى مباراه على الحدث نفسه. الله اعلم اللي هيحصل فيها، لكن الحظوظ موجوده بالنسبه للوداد وبالنسبه للنادي الاهلي. سأترك أستاذ محمد المغودي أكثر لتداعيات بعد المباراة. تداعيات بعد المباراة مهمة جدا الحقيقة، ولكن قبل هذا جملة الحقيقة هو كابتن علي ميهوب كأنه قرأ أفكاري، لأنه الفرق ممكن بين كولر وفاندر بروك في هذه المباراة كانت التغييرات. ربيعة التغييرات، دخول أونجم، دخول بوهرة، نجم سيف الدين بوهرة، يعني أعطت ممكن ملامح أخرى للوداد، أعطت نزعة هجومية للوداد، في حين الحقيقة تغييرات أنا لم أفهم تغييرات السيد كولر في آخر 5-6 دقائق. يعني نفس التغييرات، اللاعب حتى يدخل في أجواء المباراة لازمه 10 دقائق. هو بداية صراحة أريد أن أشيد دائما بعلاء، يحرجني في الاستوديو، موضوعي، واعتقد بأنه هذا ما يميز كابتن علاء. بصراحة يا ريت أنه يكون 2 و3 من علاء، لكن للأسف علاء ما هو بواحد موجود. فبالنسبه للمباراه بالنسبه للمباراه اعتقد بانه بعض اللاعبين الذين شاركوا في المباراه المفروض انهم لا يشاركوا في المراكز اللي يلعبوا فيها. فريق الوداد البيضاوي لعب 4-2-3-1، انا في رايي كانت مفاجاه. ممكن العمليه الجراحيه التي قام بها اللاعب حيمود
اربكه المدرب، لانه كان ممكن يلعب به هو كاساسي ويلعب 4-3 نفس المباراه اللي لعب بها مع ماليدي سان داونز. الجعدي كاقصى اليمين في رايي الشخصي عطل من عمليه الانتقال من حاله الدفاع للحاله الهجوميه بحكم بطء هذا اللاعب، وبالتالي لاحظنا بانه في كل مره كان ممكن اغلب الاوقات سواء سامبو لما يسقط او كذلك الحسوني اللي في رايي الشخصي لم يكن في المستوى ممكن المباراه، وهذا بحكم كذلك الادوار الدفاعيه اللي كانت موكوله للاعبين في الشوط الاول. على مستوى الكره الثانيه دائما لم يقم ممكن بعمليه تغيير الكره خاصه على الجهه اليسرى اللي موجود فيها المترجي، عكس يعني الجهه اليمنى اللي كان متواجد فيها اللاعب الجعدي. انا في رايي الشخصي التغيير ممكن هذين المركزين خاصه بدخول ونجم على الجهه اليمنى وبر على الجهه اليسرى، وكذلك فريق الوداد البيضاوي اللي دخل في الشوط الثاني اكثر مجاذبه اكثر سيطره على الكره والبحث ممكن عن تسجيل هدف، يعني كان بامكانه يسجل هدف يعني عن طريق عطيه الله لولا القائم، وبالتالي اتيحت له الفرصه بحكم الخيارات التي كانت فيها مجازفه وغير من وجه فريق الوداد البيضاوي على المستوى الهجومي. واتفق مع طارق كذلك الاخطاء الفرديه التي لم نتعود عليها في رايي الشخصي كانت في الهدفين. صحيح انه كذلك هدف فريق الوداد البيضاوي جاء من خطا علي معلول، لكن بالنسبه لي اساسيات بعض ممكن المدافعين هو انك تغلق دائما زاويه التسديد على مستوى المرمى وكذلك زاويه التسديد بالنسبه للاعب. ما فعله فرحان لا يمكن على اي مدافع انه تعطيه المساحه، وبالتالي زاويه التمرير كانت صحيحه. على الاقل اغلق تلك التمريره، واذا مرت التمريره نقول بانه فرحان فعل ما كان يجب ان يفعله. وبالتالي الهدف الثاني كذلك سوء تفاهم ما بين ما بين المدافع وكذلك مع اللاعب المطيع يجب ان يتطور في نقطه قراءة اللعب لما يكون الدفاع متقدم. في رأيي الشخصي يجب كذلك أن يجتهد هذا اللاعب على أساس يكون كاليبيرو ويكون متقدم على مستوى التوقيت لقطع الكرة، لأنه الكثير من الحالات كان ممكن يقطعها لكن ممكن هذا الجانب ينقصه يجب أن يشتغل عليه. صحيح. به نمشي للاستاذ محمد الميغودي. الان المباراه انتهت استاذ محمد ميغودي 2-1 لمصلحه الاهلي. ممكن اغلب الملاحظين اغلب الفنيين يقولوا هي نتيجه ممتازه للوداد باعتبار 1-0 يجعل الوداد بامكانه ان يتوج باللقب. بالنسبه للاهلي المصري ايضا نتيجه لا تعتبر سيئه، نتيجه طيبه. في الاخير الاهلي المصري يتعادل يفوز باللقب، ولكن تداعيات بعد المباراة كيف تفسرها أستاذ محمد الميغودي باعتبار السيد كولر كان يتحدث عن سوء التحكيم، تحدث عن أداء مهزوز للحكم الشلماني، ثم حتى أغلب المواقع الاجتماعية والصحفيين يتحدثون اليوم عن تحكيم كان سيء جدا سواء للشلماني أو للتونسي في الفار. يعني رأيك فيما حصل وهذه التداعيات هل هي موجودة فعلا أم هذه تدخل في إطار بداية الحرب إن صح التعبير، الحرب النفسية تحضيرا لمباراة الإياب؟ والله عزيزي هيكل أقول شخصيا، أنا أقول بأن الجانب التحكيمي أن لنا خبير داخل البرنامج هو الذي سيحكم. أنا شخصيا لم أكن مقتنعا بأداء الحكم الليبي، ولكن كنت سعيد بما قام به أيضا حكام الفار، لأن الكثير من الأخطاء صححوها. وهنا أطرح سؤال على الاتحاد الإفريقي، هل في مثل هذه اللقاءات كان علينا أن نغامر بهذا الحكم؟ أليس بإفريقيا بعض الحكام الذين يستحقون قيادة هذا اللقاء؟ وبالتالي أنا أقول أيضا لكل الوداديين وخاصة جمهور الوداد ومسؤولي الوداد، من أفضل ما قرأت وما سمعت أن لكل فعل رد فعل، أن يكون مساوي له في القوة ولكن أن يكون مضاد له في الاتجاه. من رماك بالقنينة فارميه بالورود، لأن الذين رموا بالقنينة لا يمثلون جمهور الأهلي بالكامل، وبالتالي لا يمكن أن نعقد هذه العلاقة بيننا وبين الأشقاء المصريين مع هذه الفئة. أقول للوداديين أيضا ركزوا على اللقاء، والرد على التافهين، لهم تافهون ولنا التافهون. وبالتالي في مثل هذه اللقاءات هي لقاء للأصلح وليس للتافهين لا من هنا ولا من هناك. ركزوا على اللقاء، فكروا في جزئيات اللقاء، في تفاصيل اللقاء. فقط عندي بعض الملاحظات وبعض الرسائل. الكثير من التركيز في التحليل على فريق الوداد الرياضي نركز على المدرب الأول، ولكن صدقني عزيزي هيكل أن داخل الطاقم التقني، وهذه من القرارات الممتازة والذكية لسعيد الناصري، هو أنه استعاد بمحمد أمين بن هاشم،
وهو مدرب اكتسب التجربة، له مستوى أكاديمي كبير، مستوى دراسي كبير. وبالتالي أنا أقول نجاح الوداد الرياضي في الآونة الأخيرة أيضا له نصيبه، كما له هناك نصيب أيضا للمعد البدني لفريق الوداد الرياضي، لأن الوداد في الطب على مستوى اللياقة البدنية. ولكن عندي رسالة قاسية أيضا لموتسيبي الذي يتواجد بالمغرب. مرحبا بك في المغرب. في مثل هذه اللقاءات يا موتسيبي، مهما كنا حكماء وعقلاء قد تكون هناك بعض الحساسيات. أليس من الأجدر ألا تعين لا المسؤول الأمني ولا المسؤول الإعلامي على لقاء العودة بالدار البيضاء من مصر الشقيقة؟ أليس بتونس من يقوم بهذه المهمة؟ أليس بالجزائر من يقوم بهذه المهمة؟ أليس بالسودان من يقوم بهذه المهمة؟ أي توتر، أي خطأ قد يعكر الأجواء. ولذلك أنا أطالب موتسيبي بالتراجع عن مثل هذه التعيينات. المسافة الزمنية الفاصلة عن لقاء العودة موجودة. لا أطعن ولن أطعن في شرفي وفي نزاهة أشقاء المصريين، ولكن أقول تفاديا لأي توتر، تفاديا لأي تعقيدات، أنا أعتقد من الأفضل أن يتراجع عن تعيين المسؤولين الأمني والإعلامي من مصر الشقيقة. دور المدرجات سيكون حاسما في لقاء العودة. وأقول لجمهور الوداد الرياضي بالإضافة إلى الترحيب بأشقاء المصريين، فالمركب يجب أن يزلزل، لأن اللقاء لقاء قوي، لقاء مصيري، ولا شيء حسم بالمطلق. واضح استاذ محمد الميغودي، انا اللي خذيته من الكلام الكل شفت انه العلاقه بين الميغودي وسعيد نصيري بدات كانها تعود هكا نسبيا فيها نوع من اللطفه. مره اخرى استاذ محمد الميغودي يشيد بقرار لسعيد نصيري، وهو اختيار مساعد مدرب من طراز عالي جدا. لهذا نمشي للتوقعات. نبدا معك ربيع. الاياب 2-0 للوداد. 2-0 للوداد. حكيم خليني اخر واحد. خليك اخر واحد باش نرجع لك. يعني انت باش تجنن عدنان المخرج. عدنان يقول لي حكيم بعد ربيع. خليني اخر واحد انا مباشره. طارق سالم. هيكل انا بكري وقت قلت لك هدف لي 0 مش توقعات، توقعاتي 1-1. توقعاتك 1-1 سهله معنا على الوداد. غيرت المعطيات. كابتن علاء اسمح لي بس هيكل قبل ما اقول توقعات بسرعه، بشكر كابتن ربيع على كلامه الجميل اللي قاله عليا وشهاده اعتز بيها جدا. في 30 ثانيه. للأهلي. 1-0 للاهلي. كابتن حكيم. انا قعدت الاخير لان المباراه ستنتهي 2-1 ضربه الجزاء. 2-1 ركلات ترجيح بالنسبه لحكيم. ونختم مع الاستاذ محمد الميغودي، نختم برنامج الليله. والله عزيزي هيكل، كنت سعيدا دائما بتوقعاتكم التي كانت تقلل نسبيا من فريق الوداد الرياضي، سواء امام صن داونز او في لقاء الذهاب امام الاهلي، وكان الوداد المفاجاه. ايضا اعجبتني هذا التقليل ايضا الان، واعتقد ان المفاجاه بالدار البيضاء ستكون هو الفريق الوداد الرياضي. سيكون بحضور شخصيات كبيره. شخصيا اقول لكل التافهين الذين يروجون الاشاعات عن تيسيما، فاول مسؤول اصطدم معه بافريقيا هو رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم فوزي القجع. هناك اصطدام بينهما وصل الى درجه الفيفا والى غير ذلك من الامور. انا شخصيا اقول في هذا البرنامج عزيزي هيكل 10 ثواني على قول الحق. ننوه بالناجحين، ننبه الفاشلين، ونندد